السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين مزيان والصحة بخير. اليوم غادي نشارك معكم روتين صباحي، يعني ما غاديش نبدا من الفطور، فانا هنا غادي نبدا من الغدا. اول حاجه غادي نشارك معكم الغدا، غادي نشارك معكم كيفاش غادي نخزنوا الخبز في الفريزر وتنظيف البوطه. اول حاجه غادي نبداو هي غادي نقطعوا القطيبات وغادي نديروا عليهم البصله مشلضه، وعاد باش غادي نزيدوا التوابل، القزبر بودره، السكينجبير، البزار، الخرقوم والملحه من طبيعه الحال والتحميره. فغادي نخلطو مزيان هاد التوابل والبصله مع دوك القطيبات، ونزيدو شويه ديال الربيع ونخليهم. يعني هنا راه ما درناش الزيت باش القطبان يشربوا لينا الاقامه، فبلا ما ديروا الزيت في الاول، يعني حتى الاخر. الا بغيتو تزيدوا شويه ديال الزيت زيدوه صافي. من بعد زدنا عليهم شويه ديال القطبان ديال الدجاج والسوسيس وغادي نشويوهم. وهنا راه شعلنا الفاخر وغادي نبداو نشويو. الصراحه يعني دابا كاين الحال سخون، فخاصنا شي حاجه بحال هكا اللي كتكون خفيفه، فقررنا اننا نديرو قطيبات ديال الدجاج واللحم والسوسيس. وهنا غادي نرافقوهم بهاد السلطه هذه ديال الخضره. عندنا نخيزو، كورجيت واللوبيا، سلقناهم وغادي نسوطيهم، وهنا درناهم في الطباصل وغادي نرافقوهم بدوك القطيبات. يعني لكم الاختيار، تقدروا تزيدوا معاهم اي خضره بغيتو، مثلا يعني تقدروا تزيدوا بطاطا، تقدروا تزيدوا اللي بغيتو. فهنا احنا اختارينا غير هاد الخضره، ثلاثه ديال الخضار وصافي. وهنا البنات غادي نشارك معكم الطريقه اللي غادي نقدروا نحافظوا بها على الخبز في الفريزر. غيبقى لينا يعني يبقى مزيان وما يضيعش، وفي نفس الوقت نجبدوا القياس اللي احنا بغينا. فهنا عندنا 4 ديال الخبيزات غادي نقطعوهم نصوصه بهذه الطريقه هذه، وغادي نديروهم في الفريزر. يعني الوقت اللي احنا احتاجينا نص نجبدوا نص خبزه، نجبدوا خبزه، المهم ما يضيعش. فكاين بزاف ديال الناس كيجيبوا الخبز وكيضيعوه الله يسمح لينا ويسمح ليهم. فبهذه الطريقه هذه غادي نقدروا نحافظوا على الخبز. يعني بالنسبه لهاد الخبيزات الصغار فاحنا قسمناهم نصوصه. تقدروا اللي عندكم خبز كبير تقسموه ربوعه. كل مره بغيتو تجبدوا كتجبدوا القياس اللي نتوما بغيتو. يعني راه كتسخنوا كيرجع فحال يلاه صافي غادي نقسموه فحال هكا نصوصه. كما قلت لكم الا كان عندكم خبز كبير نعمة تقدروا الله، وخصوصا تقطعوه انه ربوعه، يعني بحال هكا خبز وبهذه ديال الطريقه القمح، هذه تقدروا تجبدوا فما القياس اللي كاينلاش نتوما نضيعوه. بغيتو. فاحنا وهكا كنجبدوا غادي خبزه يدينا وغادي جوج خبزات يعني غادي كيضيعوا الله نجبدوا يسمح القياس لينا اللي حنا بغينا. صافي. وهنا شوفوا غادي معايا قطعته ربوعه غادي نديرو في بلاستيكه وغادي نديرو في نصوصه الفريزر. عفوا. يعني صافي كيبقى غادي نديرو عندنا في هذه المده اللي البلاستيكه يعني هذه اللي هي البلاستيكه بحال هكا مزيانه، بيضاء، وغادي نديرو وكيبقى عندنا نسد عليه المده ونديرو في يعني الفريزر. اللي حنا كيبقى بغينا، مده وكنجبدوا طويله، يعني القياس كيبقى اللي حنا حتى بغينا. 15 يوم على صافي غادي حسب نسوسو شويه الاستعمال من ديك ديالكم. النخاله، لان ديك النخاله كدير الفرتيت. وهنا سستو من النخاله، فغادي لان ديك نحيدو ليه ديك النخاله راكم النخاله عارفين وغادي نديرو في كتعمر الدنيا، فما البلاستيكه كاينلاش ونديروه في الفريزر. سستو بهذه منها. الطريقه هذه وغادي نكونوا نقادو يعني نستفو في غيدي لينا مده البلاستيكه طويله، ونديرو في الفريزر. وغادي فبهذه الطريقه هذه نجبدوا نقدروا غير القياس. نحافظوا على فكيجي الخبز بهذه الطريقه هذه وما نقدروا نجبدوا نضيعوش، النص اللي حنا بغينا جوج. ويدينا يعني الوقت مثلا اللي الا حنا كنا بغينا. يعني زيد شي فملي غادي واحد نبغيو الخبز راه غادي فنقدروا نجبدوا نجبدوا جوج القياس نصوصات وعلى حساب 3 4. الافراد. فبالنسبه لينا حنا ماشي كتار، فما كاينلاش كنجبدوا خبزه ولا جوج كيضيع. وهنا البنات من بعد ما تغدينا وقسمت الخبيزات غادي نجي باش غادي ننظف معكم البوطه. بالنسبه للبوطه راه شوفوا معايا راه مسخه. هاد البرودوي البنات الا لقيتو راه كاين في بيم خوضوه. يعني الحيوط، الطبيعه الصعيبه، الارض. يعني الارض لا كان زليج ولا لا موزيك الرخام ما عرفتش، ولكن كيحيد الطبيعه، كيحيد الوسخ. يعني شوفوا معايا البوطه. يعني بالنسبه للبوطه عندنا راه ما كتكونش بحال هكا، غير انا بغيت نصورها معكم فخليتها تا ولات بحال هكا باش نوريكم. هذا البرودوي هذا قادر يحيد لينا الطبيعه اللي كما كيقولوا الطبيعه الصعيبه. فصراحه الله احنا ما بقاش كيخطانا من الدار، لانه شي حاجه اللي ما كنلقيناش كنقدروا نستغناو عليها. كيحيد الطبيعه، كيحيد الحيط اللي كيكون من جهه البوطه، كيحيد الدهون، كيحيد كلشي. ف راه كاين في بيم تقدروا تاخذوه. يعني شوفوا معايا البوطه كيفاش كانت، يعني هاد الطبيعه راه كانوا هاد شوفوا معايا راهم لاصقين. ما عرفتش انا كاع هادشي شنو هو. المهم كيحيد الطبيعه الصعيبه، الدهون، الارض، الحيط،
كلشي أي حاجة وعاد الإينوكس يعني بالنسبة المقراج إينوكس، لافابو كلشي كيغسلو، الروبينيات كلشي كيخليهم كيشعلوا. فهنا راه شوفوا معايا يعني حكيت بالجيكس راه غير هي كانت البوطه كانت وسخات بزاف وصافي. ما هو ملي كديروها فحال هكا عاده وترشوه وديروا تمسحوا فحال هكا بالزيف راه ما كيبقى حتى شي حاجه. كما قلت لكم البوطه عندنا راه ما كتوسخش بحال كاع بحال هكا، راه ما يعني كل نهار كنمسحوها باش كتبقى لينا نقيه وما كتمحناش. فانا خليتها توسخات باش نصورها معكم. بالنسبه للبرودوي البنات انا راه ما كنديرش ديال الاشهار، راه كنشريوه بفلوسنا، غير بغيت نتشارك معكم. كاين بزاف ديال العيالات يعني ما كيعرفوش شنو هو اللي كيحيدون. يعني انا غادي نوريكم دوك الحمالات ديال البوطه كيكونوا عامرين دهون وكيكونوا عامرين طياب وداك الشيء، فهو غادي يحيد لينا هذاك الزيوت وداك الشيء كامل اللي كاين فيهم. وبالنسبه للبوطه راه شوفوا معايا خلاها كتلمع، صراحه الله نفعنا. ومن النهار اللي ولينا كنديروه يعني حتى ملي كنبغيو نخملوا الكوزينه كنجيبوه كيهون علينا داك الطبيعه اللي كيكونوا في الحائط، الدهون، الوسخ، الغبره، كلشي كيما كيخلي حتى شي حاجه. فشوفوا معايا هنا راه رشيته وغادي نخليه ومن بعد غادي نحكو عاد بالجيكس. يعني راه ما حكيتوش هنا في البلاصه، راه خليته وعاد باش جيت كنحك بالجيكس فغادي يحيد كاع الطبيعه. يعني شوفوا معايا هنا ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا، رانا كنوريكم الطبيعه اللي كاينين في الحمالات وحتى الريوس راه شوفوا معايا راهم مسخين. لان انا كما قلت لكم خليت البوطه توسخات بزاف باش نقدر نصورها معكم. وهذا هو الشكل النهائي البنات ديال البوطه. فهي عاده راه كتكون في حال هكا، غير انا بغيت نصورها معكم وصافي. فضروري خاصنا كل نهار نمسحو باش ما يتراكمش عليها الزيت داك اليدام اللي كيكون ديال الطياب والغبره. فضروري خاصنا كل نهار نمسحو البوطه بحال هكا باش تبقى لينا مزيانه ونبقاو حنا مرتاحين. فكان البنات هذا هو الروتين ديالنا ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم. يعني تشاركت معكم كما قلت لكم خبيزات بالطريقه اللي كنديروا بها في الفريزر والغدا ديالنا والتنظيف ديال البوطه. بسلام عليكم وكنتمنى يعجبكم الروتين ونتلاقاو في روتين ولا فلوق جديد باذن الله. بسلام عليكم.